السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لأبي وأخي وارحمهم رحمة واسعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حلقة جديدة من لمسة ولعبة. آه الأهلي لما بيغيب عن بطولة لمدة موسم بيطلعوا الناس اللي المفروض هتشارك مكانه يعني بكل عجرفة يفتكروا نفسهم اللي هم داخلين البطولة وهياخدوها. يقول لك أحلامنا واقعنا هي أحلامهم. واقع إيه يا أبو واقع؟ بتتكلم على الواقع. احنا تيشيرتنا تقل من كتر النجوم من بطولة أفريقيا. اللي انت آخر بطولة واخدها كنت لسه ما دخلتش ابتدائي من 25 سنة. آخر بطولة أنت واخدها من 25 سنة كان محمود الونش كان لسه جرار. فالتطاول وقلة الأدب دي حاجة كده كده مفروغ منها من إعلانهم وجماهيرهم، اللي هو أساسا كإعلام طلع تخيل إعلان نادي لسه ما خلصوش في المدير الفني، وقناة النادي نفسها طالعة بتقول اللي هم خلصوا في المدير الفني لدرجة المهندس هشام نصر وحسين لبيب زائل واستاء طبعا اللي هم لسه ما خلصوش مع الراجل اي حاجة. ده غلطوا الراجل، يعني احمد سليمان ربنا يشفيه ويعفو عنه، غلطوه بالتفكير والإدارة دي. ويقول لك مهندس هشام نصر طلع قال لك احنا خلصنا قضية ابراهيم نضاي ونادي الكسندريا الاوكراني، خلصنا كل حاجة معاه وخلاص. ادي كده قضيتين اترفعوا. فقضيتين اترفعوا ايه؟ لسه على السيستم يا ريس، لسه القضيتين على السيستم في الفيفا. فانت بترفعها منين يعني؟ يعني ابلغنا. طلع رئيس ناديك طلع قال لك سددنا ما يقرب من 6.5 مليون دولار. من أين لك هذا؟ ده سؤال لازم نسأله. يقول لك اصل الأهلي قدم إقرار الذمة المالية وخلص كل ورق التصاريح بتاعته، لسه الرخصة بتاعته قدمها لاتحاد الكورة ولجنة التراخيص، لحد دلوقتي ما طلعتش. الاهلي اتظلم. انا قدمت كل الورق وورق الشركات والضرايب وما ليا وما عليا، والاهلي بيطالب بقى ان الزمالك وبيراميدز يقدموا. ده حقه في انتظار ما هو قادم. بقى نشوف هترسى على ايه. وهي لسه الموضوع يقول لك اصل مستنيين ايه، هيمدوا لك زمالك فترة الترخيص تاني. ده كان في اخر 5، تأجلت لاخر 6، تأجلت 25/7 اللي هو خلاص بعد بكرة. ايه هتتأجل ليه؟ تتأجل لحد 1 يناير ولا ايه؟ مش عارفك يعني، مش فاهمك بصراحة. قاعدين بيأجلوا لك وفلوس بتيجي من تحت الأرض. والله المستعان. نيجي للأهلي واللعيبة اللي هتطلع من القائمة. أولا الراجل امبارح كان بيلاعب النصر القاهري والماتش خلص 5-1، بس الراجل مستاء من الدفاع خالص. الراجل مش عاجبه قلوب الدفاع بتوع امبارح، فهو بيفكر على فكر اللي هو لو جه عرض قوي لمحمد علي بن رمضان هيطلع. محمد علي بن رمضان اعتبره بنسبة 70-80%. اي عرض هيجي طبعا هيتناقش مع الإدارة فهيطلع.
في خلال هذا هو يملك على فكرة عرض خليجي جاله، وبيتناقش جيدا من الإدارة، ممكن يخش مكانه أشرف داري المدافع الزجاجي. بيلعب ماتش يغيب 4 5 6 ماتشات، يرجع 10 دقايق يطلع تاني، يرجع تاني للأسبوع. اللعيبة بقى اللي هيخرجوا الموسم الجاي، عندك حمزة علاء حارس مرمى الفريق، جاله عرض من نادي القنال الصاعد حديثا للدوري الممتاز، اللي هو لما يتعاقد معاه هيكون الحارس الأول في نادي القنال في الدوري، اللي هو هيلعب دوري ممتاز. ده واحد. معتز محمد مدافع فريق الشباب، ده هيروح حرس الحدود سنة إعارة. حمزة علاء برضو هيبقى سنة إعارة إن شاء الله. عمر الساعي الأقرب إلى المصري، بس جايله عرض من السواحلي الليبي، وعرض قيمته المادية تفوق القيمة المادية للإعارة لنادي المصري. ربما يطلع بيع إلى نادي السواحلي الليبي. عندك بقى مصطفى العش للمصري، ومحمد شكري إلى المصري. واحد بيع واحد إعارة، ولسه ما قالوش مين البيع ومين الإعارة. محمد شريف، بالنسبة لمحمد شريف، محمد شريف قاعد، بس بنسبة كبيرة اللي هو هيقعد ومش هيشارك. هو يعني بره حسابات الراجل، لو الأهلي ما باعوش وما جابلوش عرض كويس فهيفضل قاعد. رضا سليم في خناقة عليه من أندية المغرب، وفي نادي وسط جدول في مصر عايزه، الرجاء والمغرب الفاسي عايزينه، والدفاع الحسن الجديدي. جلاديشار خلاص انتهى أمره، هيطلع إعارة للبنك لا جراديشار إلى سيراميكا سنة إعارة، والأهلي يتحمل جزء من راتبه. عمر كمال عبد الواحد إلى البنك الأهلي. أيمن الرمادي بيثق في قدراته ومحتاج لعيب عنده خبرة زيه. نيجي بقى للأهلي والعظمة اللي بيقدمها. مش من السهل اللي انت تلاعب برشلونة، يعني بجد شابوه لإدارة الأهلي والتخطيط للأهلي. تلاعب برشلونة في الكامب نو، تبقى أول فريق عربي وربما أول فريق أفريقي كمان يلعب في الكامب نو على بطولة مع برشلونة، وكمان تاخد 200,000 دولار، وبتلعب على بطولة زي ما قلنا. والأهلي حدد ماتشين قبل ماتش برشلونة، هيبقى مع فريق درجة تانية وتالتة، عشان هيبقى الفريق أكبر ماتش هيلعبه مع برشلونة يوم 19/8 طبعا زي ما احنا كلنا عارفين في الكامب نو. نيجي بقى للزمالك والمشاكل. اللعيبة ممتنعة عن التدريب، ومحمود فتوح أحمد فتوح عايز يجدد للزمالك بشروط معينة، 30 مليون في الموسم، لا إما همشي. ومحمد صبحي بيهدد بالرحيل، فهو غالبا 80% صبحي بره الزمالك الموسم القادم. انتهت حلقتنا السريعة،
وسنوافيكم بكل الأخبار فيما يلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.